السلام الله عليكم الإخوان. عارف راسي غبرش عليكم، ولكن جيت بالجديد. علاش صاحبك يقدر يبدلك بواحد آخر؟ خليك معايا شوية وما تجاوبش بسرعة، حيت الجواب ماشي بسيط وماشي مريح، ولكن حقيقي بنفس الوقت. حيت واحد اللحظة كتفيق وكتلقى داك الشخص اللي دوز معاك بزاف ديال الحوايج، الأسرار، بزاف ديال البلانات كان كيدوز معاك، ولا كيدوز من حداك بحال شي واحد غريب بحال ما عمرو كان، ولا كيهضر مع شي واحد اخر بنفس الحماس اللي كان عنده معاك. ولكن هنا كنبدا نسول راسي وكنقول واش انا تبدلت ولا هو اللي تبدل؟ ولكن الحقيقه اعمق من هاد الزوج. الحقيقه هي ان العلاقات ماشي عقود دائمه، العلاقات مراحل. كل واحد فينا كيدخل لحياة شي واحد بواحد التوقيت معين باش يعطي شي حاجه او يتعلم شي حاجه، ومن بعد يقدر يمشي. وهنا كيوقع واحد الصدام مع الفكره اللي عندنا في دماغنا. الا كان كيهضر معايا اليوم راه خصو يوقع معايا ديما، لا لا لا، ماشي بالضروره. ولكن الواقع كيقول لينا شي حاجه ما مضمونه. الصداقه باش تكون قويه خصها عشرات السنين، خصها بزاف ديال الذكريات، خصها بزاف ديال الحوايج، خصها بزاف ديال الاساسات اللي تكون اصلا. الا تبدلات الظروف ولا تبدلات العقليات، الروابط اللي بينك وبين اي واحد كتبدل. ولكن خلينا نكونوا صريحين مع بعضياتنا اكثر. كان بعض المرات ماشي الظروف اللي تبدلات، كيتبدلوا شي حوايج اللي انت اصلا ما فاهمهمش في الحياه. يمكن في البدايه كنتي مهم، كنتي اولويه، كان كيلقى معاك الراحه، ولكن مع الوقت ولا هادشي عادي، ولا وجودك مضمون. ومنين كيتعود الانسان على وجودك بلا مجهود، كيبدا يحس باللي ما خاصوش يدير حتى شي حاجه باش يخليك معاه. وهنا كيبان واحد المشكل خطير. انت عطيتي اكثر ما خاصك تاخد. كنتي دايما حاضر، دايما متفاهم، دايما مسامح، وديما كتراجع اغلاط ديالك وكتحاول تسامحه واخا هو اللي غلط. وهادشي كيبان زوين من برا، ولكن من الداخل كيخلق واحد التوازن مختل، واحد التوازن طعم كما كنقولوا. حيت العلاقه بين جوج الناس خاص واحد يعطي والاخر ياخذ، والاخر ياخذ والاخر يعطي، وهكذا. ولكن من بعد كيجي واحد اخر ماشي حيت احسن منك، ولكن جديد، كيعطي احساس مختلف، تجربه جديده، اهتمامات جداد، بلانات جداد، كذا. يعني كيبدلك بداك خونا، فهمتي؟ تولي نتايا فتوش، فهمتي؟ الا احتاجوك فشي بلان عاد باش كيصونيو لك ولا يعيطوا لك. وهنا الدماغ ديال الانسان كيميل للجديد، ماشي حيت انت ناقص ولا حيت انت اقل منه، ولا، ولكن حيت الجديد دائما كيبان، يعني كيضرب على الشعر كما كنقولوا. ودابا توصل لواحد النقطه صعيبه بزاف اللي دوزتها انا. كتحس باللي تبدلتي، ما بقيتيش كافي، خصك تعطي اكثر من الجهد ديالك. ولكن خصك توقف هنايا وتفهم كاين فرق كبير بين انك انت تمشي او هو يمشي، او انك ما عندكش قيمه. الاولى قرار ديالو، الثانيه كتحكم على راسك قاسي بزاف. وهادشي ما خصوش يكون. ما نحكمش على راسي قاسي بزاف، وما نحكمش على راسي انا ما عنديش قيمه. بالعكس، انت عندك قيمه، لان الله عز وجل كرمك وخلقك انسان. دابا نغوصوا اكثر علاش الالم كيكون كبير. ماشي حيت مشى داك الانسان، ولكن حيت كنتي متاكد باللي غادي يبقى، بنيتي عليه ثقه، وربما حتى جزء من هويتك. ومن بعد في لحظه كلشي يتبدل، وهنا كتحس باللي شي حاجه تكسرت فيك. ولكن يمكن ماشي هو اللي خاصو يبقى، يمكن انت اللي خاصك تفيق، تفهم باللي ماشي اي واحد دخل لحياتك راه مكتوب يبقى، وماشي اي واحد خرج راه خساره. كاين ناس كيجيو باش يعلموك فين تغلط، كيفاش كتضيع راسك، وشحال كتقدر تعطي بلا حدود، وكيخليوك باش تراجع راسك. ولكن السؤال المهم، شنو كدير من بعد؟ اول حاجه، بلا ما تبقى تجري مورا بنادم، ولا مشى خليه يمشي، باب وسع من كتافو كما كنقولوا. واخا هادي قاسيه انك تقول لشي واحد، ولكن بعض المرات خاصك لازم عليك تقولها. ولكن الا رجع تصور راسك علاش رجع. ثاني حاجه، راجع راسك، واش كنتي عايش حياتك ولا غير داير حياتك عليه وباني حدود واحلام حول داك الشخص. ثالث حاجه واللي هي المهمه بزاف واللي تعلمت انا بصعوبه، تعلم دير حدود ما بينك وبين بنادم. ماشي انت داك اللقمه السائغه اللي اجا اي واحد يستغلو، اي واحد
ياخد منه داكشي اللي بغا، الجيبس ولا التالنت اللي عندك ما تعطيهاش لاي واحد. ورابع حاجه وهي المهمه بزاف، قيمتك ما كتحددهاش علاقه فاشله مع مجموعه ديال الاشخاص ولا مع شخص واحد، راه كتحددها كيفاش كتشوف راسك، وشحال كتحترم راسك، وشحال كتوقف على رجليك من بعد ما بنادم كامل كيتخلى عليك. الناس اللي كيبقاو في حياتك ماشي حيت ما لقاوش بديل، ولكن حيت اختاروك كل مره من جديد. واخا يبدلك صاحبك، الاهم ماشي شكون مشى، ولكن الاهم واش انت باقي واقف، ولا ضيعتي حياتك وبقيتي كتسنى بواحد ما كيستحقش اصلا انك تضحي عليه. انا عارف راسي طولت في هذا الفيديو، ولكن هادشي كامل الاخوان والاخوات كان خاصو يتقال. تحياتي.